وانتهت مباراة الهلال والاهلي في كاس السوبر السعودي اللي بيقام في ابها بالركلات الترجيحية، والهلال بيصعد لدور النهائي علشان ينتظر اللي هيصعد من النصر والتعاون. مليون مبروك لكل جمهور الهلال. الهلال النهارده كان عنده إرادة أكبر، كان عنده عزيمة، كان عنده إصرار إن هو يطلع من المباراة كسبان. هي دي شخصية البطل. الهلال مصدق نفسه إن هو مش ممكن يطلع من المباراة خسران. الهلال مصدق نفسه إن هو لازم يكسب المباراة، علشان كده هو كسب المباراة. ياسين بونو النهارده عظمة على عظمة، وطول عمره ياسين بونو عظمة على عظمة. الأخطبوط المغربي، أسد الأطلس، لازم يكون له بصمة في المباراة، وبالذات في الركلات الترجيحية لازم يكون له بصمة. رايح على كل كرة ما شاء الله، صادت كورة، كان مؤثر النهارده في نتيجة المباراة وفي الفوز وفي الصعود للنهائي. فبرافو ياسين بونو، دايما متألق وبداية موسم ممتازة ورائعة جدا. انا مش هتكلم في اي فنيات النهارده، تعرف ليه؟ علشان اللي فرق النهارده في المباراة ما بين الهلال والاهلي هو التركيز. زي ما ياسين بونو كان بعد كل ركله ترجيحيه يعمل لعيبته كده: ركزوا ركزوا. انا عايز اوريكم لقطه دلوقتي ياسين بونو وهو بيقول للعيبته ركزوا، وعايز اوريكم الفرق بين لعيبه الهلال وبين لعيبه الاهلي. هوريكم لقطه دلوقتي للاعب البرازيلي اللي ضيع الكره الثانيه لاعب الاهلي. شوف وقت ما اللاعب الاولاني زميله لما ضيع الكره الاولى اللي صدها ياسين بونو، شوف كان بيعمل ايه. بص على عدم تركيزه، شايف بيضحك ازاي، شايف بيتكلم مع صاحبه ازاي، شايف صاحبه مدي ظهره للمرمى ازاي. ده وقت لعب الكوره، اول كوره صدها ياسين بونو. شوف لعيبه الاهلي تركيزها عامل ازاي، وشوف في نفس الوقت تركيز لعيبه الهلال عامل ازاي. هو ده الفرق، هو ده الفرق اللي فرق النهارده في المباراه، هو ده الفرق اللي خلى الهلال النهارده يكسب بالركلات الترجيحيه، وكان مركز جدا. وهو ده الفرق لما يكون عنده حارس كبير زي ياسين بونو ومصحصح، ودايما بيصحصح لعيبته وبيفوقهم ويقول لهم ركزوا. والفرق بين الاهلي ان مفيش حد مركز. هوريك لقطه تانية للاعب نفسه اللي كان بيضحك بعد ما صاحبه ضيع الركله الترجيحيه الاولى، وهو راجع بعد ما ضيع الركله الترجيحيه الثانيه. شوف شكله عامل ازاي، شوف بيضحك ازاي. ده مش شكل واحد ان هو اصلا زعلان ان هو ضيع ركله ترجيحيه. وهي دي التفاصيل المهمه والبسيطه اللي خلت الهلال النهارده يكسب المباراه. مبروك لكل جمهور الهلال، مبروك لفريق الهلال، ادى مباراه رائعه جدا. والاهلي كمان كان مقدم مباراه رائعه لحد الدقيقه 66 لما احرز فيرمينيو الهدف الاول للاهلي. لكن اللي فرق في الموضوع شخصيه البطل، شخصيه الهلال هي اللي فرقت وخلته يرجع في الدقيقه 90 وهو هادي وضاغط ومركز. احرز هدف التعادل ودخل الركلات الترجيحيه وهو مركز، زي ما ياسين بونو بيعمل كده حتى بعد الركله الثانيه لما ضاعت من النادي الاهلي. بكره ان شاء الله رب العالمين عندنا مباراه مهمه جدا بين النصر والتعاون، واتمنى ان النصر يعدي عقبه التعاون ويقابل الهلال في النهايه ان شاء الله رب العالمين، وتكون مباراه قويه جدا في بدايه موسم ان شاء الله. نتمنى ان هو يكون قوي ورائع زي الموسم اللي فات. شكرا لكم ونشوفكم في مباريات تانية. سلام.